ولسه مكملين مع حضراتكم في آخر المستجدات اللي بتحصل في قضية الدكتور ولاء زايد. وشفنا على مدار الأيام اللي فاتت إن الناس كانت مستمرة وكانت متشوقة إن هي تعرف الجديد في قضية الدكتور ولاء زايد. والنهاردة هكشف لحضراتكم في التفاصيل إيه اللي حصل في الجلسة اللي كانت موجودة النهاردة. أهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين، ما زلنا مكملين معاكم في عرض آخر المستجدات في قضية الدكتور ولاء زايد. طبعا كلنا عارفين إن النهاردة كان في جلسة في محاكمة المتهمين بالتخلص من الدكتور ولاء زايد أو بقتل الدكتور ولاء زايد. وطبعا محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس النهاردة يوم الأربع أجلت الجلسة ليوم 19 فبراير لتعذر وصول المتهمين، لأن المتهمين ما وصلوش المحكمة أثناء الجلسة. ده اللي حصل النهاردة في الجلسة. وطبعا في ناس كتير جدا متشوقة إن هي تعرف آخر التفاصيل، ودي كانت آخر التفاصيل في قضية الدكتور ولاء زايد. وطبعا كلنا عارفين القضية مهتم بيها عدد كبير جدا سواء من داخل مصر او من الدول العربية. وكمان النهاردة المحكمة ادت فرصة لدفاع الدكتور ولاء زايد ان هو يسأل الطبيب الشرعي بعض الاسئلة، ودي حاجة كويسة جدا من المحكمة. ولازم نرجع لحاجة كانت حصلت في الجلسة التانية، وهي لما الدكتور ولاء زايد طلبت من المستشار الاعدام قال لها ان احنا مش بننظر قضية قتل. معنى كده ان المفروض الدفاع ياخد باله من النقطة دي ويبدأ يتحرك في التحريات، بعيدا طبعا عن تحريات النيابة وتحريات الشرطة. لازم يكون كل محامي ليه تحرياته الخاصة بيه علشان يقدر يكسب القضية، وهو ده بالفعل المفروض يحصل من دفاع الدكتور ولاء زايد، ان هم يحاولوا ان هم يلاقوا اي طرف خيط يوصلهم بان هم يقدروا يكسبوا القضية ويحولوا القضية دي من قضية احتجاز وتعذيب وممارسة البلطجة الى قضية قتل مع سبق الاصرار والترصد. واكيد طبعا في حاجات مهمة جدا لازم نعرفها خلال الايام اللي جاية، وهنتابع مع حضراتكم اخر المستجدات اللي بتحصل في قضية الدكتور ولاء زايد. وطبعا برضو احب اكد لحضراتكم ان القضية اتأجلت ليوم 19/2، وبرضو هفضل مكمل معاكم في عرض اخر التفاصيل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة. كان معاكم محمد سيف، سلام عليكم.